هلا إذا أنت كنت بتصلي وبتصوم تنين وخميس وحاجج 3 مرات وبتقوم قيام الليل، كل هاي الأمور أنا كفرد بالمجتمع مالي مهتم فيها ولا بستفيد منها شيء، لا باخذ منك لا حق ولا باطل. وتقييمك على أنه أنت إنسان جيد أو سيء لا يقتصر على صلاتك وصيامك، لأنه ببساطة واحتمال 95% تكون منافق. طيب أنا كيف بقدر قيمك وكون مستفيد منك بالمجتمع؟ من خلال أخلاقك الإنسانية. يعني بدي منك تكون صادق وأمين، بدي منك تكون خلوق وتكون مؤدب، وقت تعطي كلمة تكون عندها، تكون محب ضحوك بشوش، وما تحكي معي بطريقة تهديدية أو فيها استهزاء أو فيها استنقاص. بدي منك تعطف على الصغير وتحترم الكبير، تحمل مسؤولية، يكون عندك روح الجماعة، وكتير من الأخلاق الإنسانية اللي نحن بمجتمعنا نفتقدها. أنا من خلال هاي الأخلاق بقدر قيمك إذا أنت كنت إنسان جيد. والأخلاق السلبية اللي بتضرني واللي ما بدي إياك تعملها بالمجتمع هي إنك تكون مخادع، منافق، كاذب، عاق بالوالدين، مبحلق. يعني غض بصرك، لا تبحلق بالناس. غض البصر مو مقتصر فقط على النساء، غض البصر هو فرض، لازم تمشي بطريقك بدون ما تبحلق بالناس مشان ما يفكروك مختل. نهاية لازم كتير نفرق بين الشعائر الدينية اللي هي بينك وبين رب العالمين واللي انت الوحيد المستفيد منها، وبين الأخلاق الإنسانية اللي أنا بدي إياها منك بالمجتمع. شكرا كتير وبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ابعت الفيديو لصديقك اللي عامل حاله شيخ وهو من تحت لتحت. اللهم عافينا.